يحكى أن في زيارة لواحد من السياح لتايلاند قرر إن هو يزور معسكر للأفيال. دخل المعسكر لقى فيل ضخم جداً ومربوط من رجليه بحبل رفيع جداً. استغرب قوي من المنظر وراح ماسك الكامب بتاع الأفيال أو معسكر الأفيال، قال له أنتوا إزاي مش حابسين الفيل ده في مغارة؟ وإزاي بس مكتفين إن أنتوا رابطينه بحبل رفيع كده؟ ده ممكن أصلاً ببس رفسة بسيطة يقطع الحبل ويهرب. رد عليه الراجل اللي ماسك المعسكر قال له الحبل اللي انت شايفه ده الرفيع ده هو نفس الحبل اللي احنا بنربط بيه الفيل من اول ما يتولد، فهو بيكون وقتها جسمه ضعيف جدا، فهو ما بيعرفش يقطع الحبل وما بيعرفش يجري او يهرب. بيفضل يكبر الفيل وهو مربوط بنفس حجم الحبل، لكن كل ما بيكبر معاه الاعتقاد ان هو عمره ما هيعرف يقطع الحبل، فعمره ما هيهرب وهم واثقين جدا انه هيفضل مربوط. قد ايه احنا كمان في حياتنا في حاجات كتيرة بتكون ربطانة، ومن كتر ما احنا بنتعود ان الحاجات دي ربطانة ومش قادرين نفكها بنتعود على وجودها في حياتنا. النهاردة رسالتي ليك انه لو في حاجة ربطاك قديمة انت عندك قوة ان انت تقطعها تفكها وتحقق اللي نفسك فيه. بلاش تتعود على الحاجات الضعيفة أو البسيطة اللي في حياتك اللي ربطاك ومخلياك مش قادر تنجح أو تاخد خطوة لقدام.